السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عملنا مع بعض الكنافة بأشكال كتيرة على القناة، وكلها طعمها أحلى من بعض. تعالوا النهاردة بقى نعمل الكنافة بشكل جديد وأسلوب جديد للتقديم، حلو جدا جدا وجديد خالص. ولو معزومة على الفطار تقدري تعمليها وتاخديها معاكي، تحطيها في طبق جميل كده من الأطباق التقديم، وتاخديها معاكي، هتبقى شكلها حلو جدا وجميل جدا. يلا نقول بسم الله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونجيب عندنا ربع كيلو من الكنافة، أنا حطيتها في الفريزر علشان يبقى سهل عليا تكسيرها. هنسيبها تتجمد في الفريزر حوالي من 3 ل4 ساعات، هتتجمد على طول. هنفرفتها بإيدينا، هتلاقيها تتفرفت بكل سهولة. هننزل عليها بمعلقة من السكر البودر علشان هو ده اللي بيديها اللون الموحد بعد التسوية. بعد لما فركتها كده بايدي سبتها حوالي 5 دقايق علشان تاخد درجة حرارة المطبخ، علشان لما اجي احط عليها السمنة اللي سيحتها السمنة ما تتجمدش، في فعل ان هي لسه ساقعة جدا من التلاجة. عشان كده انا سبتها شوية بس 5 دقايق، وبعد كده نزلت عليها بتلت كوباية من السمنة البلدي السايحة. هنجيب بعد كده صينية ألومنيوم عادي بتدخل الفرن، وعندنا هنا القوالب البلاستيك اللي دايما بنستخدمها كقطاعات للبسكوت. بيبقى في منها أشكال كتير، مدور، مربع، قلب. أنا اخترت الشكل القلب علشان يبقى شكله حلو كده، حاجة بتقدميها هدية من القلب للقلب زي ما بيقولوا، أو بتعملي حاجة من القلب للقلب. فهنعمل حاجة بشكل القلب علشان تكون شكلها جميل وجديد. هناخد جزء من الكنافة ونحطها كده في القالب ده ونضغط كويس قوي. اهم حاجة انك تضغطي كويس. الموضوع على فكرة سهل مش صعب، هو مجرد بس تضغطي ويعني تساوي الكنافة كده. وما تعمليهاش عالية، يعني هتحطي حبة صغيرين بحيث ان هي تعملك يا دوبك طبقة بسيطة من الكنافة، زي ما انت شايفة كده سمكها ما يكونش مرتفع. بصي بقى، انا عايزه اقولك على حاجه. سر نجاح الكنافه، لو بتعمليها صينيه، بتعمليها في الطاسه من فوق، بتعمليها باي طريقه، بتعمليها باي شكل، هو كبس وضغط الكنافه كويس قوي. كل لما تضغطي الكنافه كويس في اي حاجه انت بتعمليها هتطلع معاكي النتيجه ممتازه جدا جدا. شايفين حتى قدرت احركها بطريقه سهله ازاي؟ يعني هتعمليها بقى في صينية، هتعمليها في الطاسة، زي ما انت عايزة، المهم تكبسي الكنافة كويس قوي. وانت بتكبسي كده بايديكي، لو لقيتي حتة كده تحت ايدك محتاجة ان انت تزودي رشة كنافة تاني، زودي. ايديكي هنا هي المعيار علشان تظبط سمك وحجم اللي انا الكنافة اللي انت عاملاها. شايفين خلصت معايا ازاي؟ انا طبعا عملت صينيتين بس انا صورت في الاول صينية واحدة. تمام. فانا هنا هحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 180، او درجة الحرارة اللي بتسوي عندها الكيك. تمام. هنسيبها بقى تستوي كده على مهلها وتتحمص في الفرن وتتحمر وتاخد لون. مش هولع الشواية خالص. تمام. هنبتدي بقى نعمل الحشوة. الحشوة اللي عندنا عبارة عن ايه؟ نص لتر من اللبن الحليب، وعليهم 2 باكت من الكريم كراميل. الكريم كراميل ده حلو جدا جدا وطعم في منتهى الجمال. هزود بقى انا معلقتين من النشا، علشان انا عايزة سمك الكريم كراميل يكون تخين، وعايزاه لما يبرد يكون متماسك جدا جدا. هنقلب بقى على البارد وبعد كده نرفع على نار هادية. هنستمر في التقليب لحد لما القوام يتقل معانا بالشكل ده. وعلشان نتأكد ان القوام مظبوط، لما تجيبي معلقة هتلاقي ان الكريم كراميل عندك بيغطي ظهر المعلقة. هننزل بقى بالكريم كراميل ده في صينية علشان يبرد معانا. هنسيبه يبرد الأول كويس، وبعد كده أول لما يبرد ندخله التلاجة. وادي الصينية هي طلعت معانا من الفرن جميلة ومتحمرة وواخدة لون حلو جدا جدا. هننزل بقى عليها بمعلقتين من الشربات التقيل البارد.
يعني هنرشرش كده رشاية بسيطة من الشربات بتاعنا على الكنافة بتاعتنا. ما تخافيش، مش هتتفتفت منك ومش هتبوظ منك لانك كبساها كويس قوي زي ما قلنا في الاول. الوصفة دي بتتميز ان سكرها مش عالي خالص، لانك يا دوبك بتحطي شربات حاجة بسيطة. هنجيب بقى نفس القطاعة اللي عملنا بيها الكنافة، هنبتدي نقطع بيها من الكريم كراميل بالشكل ده. هتلاقيه بيتقطع معاكي ومتماسك جدا جدا. هنبتدي بقى ناخد حشوة من الكريم كراميل ونبتدي نغطي بواحدة تانية من الكنافة. شايفين الشكل بقى جميل ازاي؟ طريقة تقديم حلوة خالص، حاجة كده مختلفة عن الحاجات اللي بنعملها دي بالكريمة، تبقى متغطية نوتيلا وتبقى متغطية حاجات كده كتير كده مانجا معرفش ايه. لا، حاجة جديدة. لو بقى معزومة على الفطار تقدري تعمليها، مش تاخد منك وقت خالص. وعموما احنا قلنا ومتعودين ان احنا دايما في رمضان لما بنيجي نقف نعمل اكل او حاجة جديدة وانتي هتقولي هتاخد مني وقت، لا انا هقولك انها مش تاخد منك وقت لانك هتستغليه وانتي بتقولي سبحان الله ولا اله الا الله والحمد لله والله اكبر. العباده دي عباده الذكر، هتاخدي عليها ثواب كبير جدا جدا. فطول ما انتي واقفه بقى في المطبخ بتشتغلي مش هتضيعي وقت زي ما انتي فاكره، لحد لما تخلصي. وبالعكس هتلاقي نفسك انك خلصتي اوام اوام، هتقولي ايه ده انا خلصت اوام اوام، مش معقول. جربي وتاكدي بنفسك. الخطوة اللي جاية دي خطوة تزيين اختيارية تقدري تستغني عنها تماما. انا جبت كريم شانتيه خام وضربته، يعني هم حوالي 4 معالق كبار مش اكتر. وبعدين نزلت بقى عليهم ببقايا الكريم كراميل اللي اتبقى مني في الصينية. احنا مش هنرمي حاجة، ومفيش حاجة عندنا بتترمي. فهناخد بقى بقايا الكريم كراميل اللي معمول ده، بعد لما ضربت الكريم شانتيه هبتدي انزله عليه كده واضربه، بيدي طعم جميل جدا 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 للكريم شانتيه، هيطعم بطعم الكريم كراميل. هنحطه بقى في كيس من كيس الحلواني او كيس من كيس التلاجة زي ما انا عاملة كده. ما كانش عندي كيس حلواني فاستخدمت كيس من كيس التلاجة، واي قمع تزيين عندك واستخدميه. وابدأي انزلي بوردات كده بسيطة وسهلة، يعني حاجة كده للتزيين جميلة جدا جدا ومش تاخد معاكي وقت خالص. هنبتدي بقى نرش كده شوية سبرينكلز فوق الوش. ده بيجي من عند مستلزمات الحلواني، وحقيقي يعني بيدي منظر رائع قوي. كسرنا حدة اللون بس، وتقدري تقدميها لأولادك وأسرتك بألف هنا وشفا، أو تاخديها معاكي هدية زي ما قلنا. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، واشتركي في قناة صنعة في المطبخ مع أميرة الطاهر علشان يوصلك كل جديد. شكرا للمشاهدة.